السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عادت اليكم من جديد الحمد لله. والحقيقه ان الفيديو ده انا عايزه اصوره بقالي فتره كبيره جدا، وحسيت ان ده هو الوقت المناسب لاني في الفيديو ده بتارجت فئتين. اول فئه هم الناس اللي لسه مخلصين ثانويه عامه وكانوا بيسعوا طول السنه علشان يوصلوا لكليه معينه، ولكن ما دخلوش الكليه اللي هم كانوا بيسعوا ليها دي، وربنا اختار لهم طريق تاني. والفئه الثانيه هم الناس اللي بيسعوا عموما لاي هدف، سواء سفريه سواء شغلانه او ايا كان الحاجه اللي هم بيسعوا وعملوا مجهود علشان يوصلوا لها وما دخلوهاش، او ما ربنا ما وفقهمش الحاجه دي ووفقهم لحاجه تانية، او مشوا في طريق تاني. الحقيقه انا هحكي عن تجربه معينه انا مريت بيها في فتره من الوقت، تعتبر مشابهه تقريبا للي احنا بنتكلم فيه. عايزه انقله وعايزه اقول لكم انا اتعلمت ايه من الموضوع ده، ممكن ان هو يفيدكم او يفيد اي حد تاني يسمع الفيديو، سواء هو من الفئتين دول او مش من الفئتين دول. الحقيقه انا من اولى ابتدائي لحد ثالثه اعدادي ربنا كرمني، وكنت حد شاطر في دراستي، وكنت دايما بطلع الاولى على المدرسه. دايما اتعودت من وانا صغيره اني علشان اكون شاطره جدا وعلشان اكون ناجحه جدا وعلشان اكون حد كويس قوي في المجتمع اللي حواليا، ان انا هدخل المدرسه اذاكر كويس قوي واقفل امتحاناتي واطلع الاولى على المدرسه. وده بالفعل اللي انا كنت بعمله وكنت ماشيه عليه. اتعودت ان انا في بدايه الدراسه بروح مدرستي، بروح دروسي، بذاكر كويس جدا وبقفل الامتحانات وبطلع الاولى على المدرسه. وفي تانية اعدادي عرفت عن مكان انا ممكن ادخله بعد ثالثه اعدادي، والمكان ده بيتطلب مجموع معين في ثالثه اعدادي وامتحانات قبول معينه لازم ان انا اعديها علشان اتقبل في المكان ده. ولما قرات عن المكان انا انبهرت بالاكتيفيتيز اللي هم بيعملوها، وان هم بيعملوا بروجكتس في اخر كل ترم، وان هم بيبقوا مثقفين والمايند سيت بتاعتهم كويسه، وان هم بيبقوا مميزين كده ومختلفين، وبيشاركوا في مسابقات علميه وبيعملوا شويه حاجات كده. انا اول ما قرات عن الحاجات دي انا حسيت ان المكان ده ليا، وان هو ده المكان اللي انا عايزه ابقى فيه، وهي دي الشخصيه اللي انا عايزه ابقى عليها، وانا عايزه ادخل المكان ده. فقعدت اقرا واسمع اكتر عن الموضوع، وكل مره بنبهر وكل مره بحس انه انا عايزه ادخل المكان ده، وهو ده المكان فعلا اللي انا عايزاه وعايزه انتمي ليه. وحطيت الموضوع في دماغي لحد ما جيت ثالثه اعدادي، والحمد لله خلصت ثالثه اعدادي وذاكرت كويس جدا وخلصتها بمجموع 100%، 280. فالحمد لله كده اول شرط من الشروط اتحقق. تاني شرط هو امتحانات القبول. فمجرد ما النتيجه طلعت على طول بدات ان انا اخد كورس واجهز لامتحانات القبول دي، وقعدت فتره الاجازه كلها بذاكر وبجهز للامتحانات دي، وانا متعشمه وحاطه امل كبير جدا ان انا المكان ده ليا. وهم في ستيريوتايب كده ومعودينا انه انت هتذاكر وهتسعى الحاجه اللي انت عايزها وهتذاكر لها كويس جدا فانت هتوصل لها. ما كنتش مريت قبل كده بتجربه ان انا اسعى لحاجه وما اوصلهاش دي. فالمهم انه بدات ان انا طول الاجازه اذاكر الحاجه دي واجهز لها كويس جدا واعمل كل حاجه اقدر عليها علشان اوصل لها. وبالفعل جه وقت امتحانات القبول ودخلت الامتحانات، وعلى عكس ما انا كنت داخله الامتحان خايفه جدا، الا ان انا كنت خارجه من الامتحان ده وانا مطمنه جدا وحاسه اني حطيت كل حاجه ذاكرتها فعلا جات لي، وعرفت احل واديت اداء كويس، وخرجت مبسوطه بقى، اللي هو انا بقول للبابا يا بابا انا المكان ده ليا ان شاء الله. انا حاسه ان انا حليت كويس جدا، ومعظم الافكار والحاجات اللي انا اتدربت عليها جات لي، وكنت خارجه مبسوطه ومطمنه جدا. وبصراحه ما فكرتش في اي طريق تاني او اي حاجه تانية انا ممكن ادخلها او اكمل فيها الا المكان ده. المفروض ان هو ثانوي عام عادي او المكان ده، فكده كده بنقدم ملفنا في ثانوي عام، ولكن انا ما حطيتش لنفسي اي خطط او عملت حسابي ان انا ممكن اترفض من المكان اللي انا بقدم فيه ده فهكمل في ثانوي عام عادي. يعني ولا رحت دروس مع اصحابي ولا اهتميت ان انا اشوف منهج ثانوي ده بيقول ايه احتياطا لو انا ما اتقبلتش في المكان ده. لا، انا من كتر ما كنت مطمنه ومن كتر ما كان بقالي سنتين بحلم بالمكان ده وانا عايزه ادخل المكان ده وبنيه كل حياتي اللي جايه على هذا المكان، فما حطيتش في دماغي اي طريق تاني ولا اي حاجه تانية ان انا اعملها. واذ جه اليوم اللي انا المفروض النتيجه هتطلع فيه وهشوف انا اتقبلت ولا لا، فانا بفتح وكل اهلي حواليا والرساله ظهرت لي ان انا ما اتقبلتش. على غير المتوقع ان انا كنت متخيله في دماغي ان انا لو ما اتقبلتش في المكان ده انا هنهار وهعيط وهقفل الاوضه عليا ومش هبقى عايزه اكمل حياتي، ومش متخيله شكل حياتي ازاي هيمشي بعد الحاجه دي. انا قعدت سنتين احلم بالمكان ده وكان نفسي فيه وانا سعيت
والله واجتهدت وعملت كل اللي عليا، طب انا ليه ما دخلتش؟ كل اللي حواليا قعدوا يقولوا لي عادي، دي انت كنتي بتحاولي في حاجه وما اتقبلتيش فيها، واكيد ربنا شايل لك الخير، وكل الكلام اللي انا متاكده ان انتوا اكيد لما اترفضتوا او ما اتقبلتوش في الحاجه اللي انتوا كنتوا بتسعوا ليها سمعتوه. والكلام ده انا اخدته، وكنت مستغربه جدا ردة فعلي، ان انا كنت قاعده ساكته، مش عارفه ساكته ليه، بس انا حاسه ان انا كنت مصدومه، انه انا مش عارفه هعمل ايه، انا مش شايفه نفسي في اي حته تانية في ثانوي عام ده. غير كده كمان النتيجه بتاعه القبول كانت باينه يوم 15/9، واحنا عندنا الدروس بتبدا 1/8، فشهر ونص من الدروس انا ما خدتوش، وكنت داخله على مرحله جديده اللي هي ثانوي، ومواد جديده فيزياء وكيمياء واحياء، والحاجات دي ما كناش بناخدها في اعدادي، فالموضوع صعب عليا، وانا كنت حاسه ان انا حد جه رماني في قلب البحر وسابني، وانا ما بعرفش اعوم، ومش عارفه اعمل ايه، ومش عارفه اتصرف ازاي، وما اعرفش اصحابي بيروحوا عند مدرسين ايه، وما اعرفش المرحله دي المفروض اعمل فيها ايه، واروح عند مين، واذاكر ازاي، وايه المواد الجديده اللي انا داخله عليها دي، وانا اصلا خارجه من احباط وكسره بعد ما كنت متعشمه، والاكسبكتيشنز بتاعتي فوق هنا كأن حد خدني كده ورماني لسابع ارض، وفي حاجه جوايا كده مكسوره مش هيحس بيها الا الناس اللي انا بخاطبهم دلوقتي، الا انت فقدت حاجه، ففي كسر كده، ومفيش حد من اللي حواليك حاسس، هما كله عمال يقول لك عادي ودي تجربه وقدمت وكده كده، ما انت عادي هتدخل ثانوي عام وتكمل في نفس في الطريق اللي الكل اصلا كان ماشي فيه، والكل اصلا متعود عليه، انت انت اللي في حاجه مختلفه، انت اللي كنت بتقدم على حاجه وخلاص ما اتيسرتش وتمام. واذ في وسط الموضوع اتفاجئ ان في ناس اعرفها كانوا مقدمين واتقبلوا، فبدات ثقتي بنفسي تقل، ان هو طب انا مش شاطره، طب ما انا ذاكرت، طب ليه، واسئله كتير بقى اللي هو انا مش فاهمه، وقاعده مش عارفه هعمل ايه وهدخل ايه، وايه المكان الجديد اللي انا داخله عليه، وانا اصلا مش متقبله ثانوي عام ده، لاني كنت بانيه كل حياتي على الحاجه اللي فاتت دي، فما كنتش فاهمه اي حاجه، ويعني زي ما بيقولوا لا يؤلم الجرح الا من به ألمه، فانا الظاهر انه الحمد لله تمام عادي، بس من جوايا مفيش حد عارف باللي انا كنت حاساه الا انا، وما كنتش فاهمه انه ليه، طب ما انا طول حياتي معودني ان انا بذاكر في اول السنه وبجتهد وبسعى للحاجه دي وبطلع الاولى على المدرسه نتيجه سعي ونتيجه اجتهادي، طب ليه ده ما حصلش دلوقتي؟ ودي كانت اول حاجه احس بيها بوجع ان انا ما اوصلش للحاجه اللي انا عايزاها. ممكن تحسوا ان الموضوع بسيط، ان هو حاجه بعد ثالثه اعدادي، لا ده مش زي انه في المراحل اللي بعد كده، بس في الوقت ده وبالنسبه لسني وبالنسبه للعقليه بتاعتي وقتها انا ما كنتش هادرك ده، وكانت حاجه كبيره اني قعدت احلم بيها سنتين. المهم اني بدات اشوف هروح عند مين وهتصرف ازاي، وكان اول ترم في اولى ثانوي ده كان اصعب ترم عدى عليا في حياتي الى الان. كل حاجه جديده وكل حاجه غريبه، وانا اصلا يعني مكمله في ايامي بالعافيه ومكمله في حياتي بالعافيه، وعماله اتخبط ما بين المدرسين، وداخله متاخره عنهم شهر ونص، فمتاخره حرفيا في كل حاجه يعني. انا يعني الترم ده هو لو عدى هيبقى عدى بكرم ربنا وبس، من الليالي عياط وانكسار واحباط، وحاسه ان المكان ده مش مكاني، وان انا ايه اللي جابني هنا، انا مش كنتش شايفه نفسي هنا ومش فاهمه اي حاجه. لما نتيجه الامتحان طلعت احنا كنا في جروب كده، في ناس اكبر مننا دخلوا المكان ده، وانا عماله اقول المكان ده فبلاش نتكلم بشكل غامض، هو المكان ده هو ستيم او مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، اظن في ناس هتبقى استنتجت الموضوع يعني. فاحنا كنا في الجروب ده كان في ناس اكبر مننا عدوا بامتحانات القبول بالفعل وموجودين واتقبلوا في ستيم، فبيساعدونا في حل الاسئله وكده، وانا الحقيقه كنت اكتف جدا على الجروب ده بساعد اللي محتاج مساعده. فلما ما اتقبلتش في حد من الناس الاكبر مننا اللي كانوا بيساعدونا قال لي انت لو ما اتقبلتيش، انا كنت متوقع ان انت تستحقي المكان ده وان انت تدخليه، فانت لو ما اتقبلتيش فاكيد في حاجه كبيره قوي وكويسه قوي متشلالك في الفتره اللي جايه، فخليكي على ايمان بده وافتكري ان مفيش مجهود بيضيع في المطلق. الجمله دي انا عمري ما انساها، ودايما بكررها في دماغي في اي حاجه انا بسعى لها وبجتهد ليها، وبسيبها بقى اللي هو اوصلها ما اوصلهاش، انا بقيت على يقين تام ان المجهود ما بيضيعش في المطلق، مفيش مجهود بيضيع في المطلق. فانا وقتها انا ما كنتش فاهمه الجمله دي، لاني كنت في عز احباطي وفي عز انكساري ومفيش حد حاسس باللي جوايا، بس الجمله دي فضلت معلقه في دماغي. بعد كده جه الترم الثاني في سنه تانية، سبحان الله اللي الهمني انه طب ما الاكتيفيتيز اللي هم بيعملوها في ستيم والبرسوناليتي اللي هم بيكونوها والمسابقات اللي هم بيدخلوها، طب ما انا اسال كده، وطب ما انا ممكن ادخل المسابقه دي، يعني انا
اجرب. فبدات اسال الناس اللي هم اكبر مننا اللي انا اعرفهم في المكان ده واللي هم بيشاركوا فعلا وانا شايفه الاكتيفيتي بتاعتهم. فبالفعل بدات ان انا اسالهم طب المسابقات دي ايه، طب الستودنت اكتيفيتيز دي انا اقدر ادخلها وكده. ولقيت انه عادي انت تدخلها من ثانوي عام عادي، بس لاني كنت في كوميونتي وكنت في وسط بيئه هم اصلا ما عندهمش علم بالحاجات دي ومفيش اي حد مهتم ولا اي حد بيشارك في الحاجات دي، فانا بالتالي كنت مفكره ان الحاجات دي مش ليا وانه لا انا بعيده قوي، انا لازم ادخل المكان ده علشان خاطر اعمل الحاجات دي. ما كنتش فاهمه انه لا، انت تقدر تعمل الحاجات دي بره المكان عادي وان المكان مش مقياس ابدا. فبالفعل بدات ان انا اقدم واقرا عن التيم ده بيبقى فيه ايه. لقيت ان فيه HR وبي ار وجرافيك ديزاينر وقسم ماركتنج والحاجات دي. فبدات ان انا اقرا عن حاجه فيهم، واول حاجه لقيت المواصفات اللي فيها او حاجه شدتني او احس ان انا هبقى تمام في المكان ده، بدات ان انا اقرا عنه اكتر وقدمت فعلا في اول تيم ودخلت اول انترفيو ليا. مهما اوصف لكم عن كميه الرعب اللي انا كنت فيها والتوتر والقلق في اول انترفيو ده وانا مفيش حد معايا، اهلي عمالين يقولوا لي انتي لسه صغيره على الحاجات دي، HR وبي ار والماركتنج والحاجات ده لسه لما تكبري وتشتغلي في شركه او كده وما تستعجليش، واهم حاجه ركزي في دراستك. وكانوا شايفين ان قمه النجاح كل اللي حواليا كانوا شايفين ان قمه النجاح في الفتره دي وان اكتر حاجه ركز عليها هي مذاكرتي عشان اطلع من الاوائل في المدرسه، وان هو ده اللي كانوا متعودين عليه مني اصلا. فدخلت اول انترفيو وبرضو على عكس المتوقع انا كنت اديت اداء انا ما كنتش اتخيله بالرغم من الرعب اللي انا كنت فيه. انا بس قعدت اقرا عن الحاجه اللي انا البي ار اللي انا بقدم فيه ده، واديت لنفسي ثقه وكنت واثقه في نفسي وانا بتكلم. والاتش ار اللي كان بيعمل لي الانترفيو قال لي انت ما شاء الله شاطره جدا، وانا مستغرب اصلا ان انت لسه اول انترفيو ليكي. وفي اخر الانترفيو قالوا لي انه هيبعتوا لي على الميل سواء انا اكسبتد ولا لا، ولقيتهم بعد الانترفيو بساعه على واتساب بيبعتوا لي بيقولوا لي ان انا اكسبتد معاهم. ما استنوش ان هم يبعتوا لي على الميل لاني اديت اداء كويس جدا في الانترفيو. المهم ان بعد كده خلاص انضميت بقى للتيم كبي ار وبدات اتعلم. اول ما دخلت التيم ده لقيت ان مليان فئات مختلفه من الطلبه، ستيم وثانوي عام، وكان اكترهم طلبه جامعه. تمام. فلما حد كان بيقول لي ايه ده انت في ثانوي عام ولسه في اولى ثانوي وكده، كانوا بيستغربوا قوي وبيشجعوني يقولوا لي كملي ما شاء الله عليكي وكده. وبدات ان انا اتعلم منهم. والستودنت اكتيفيتيز دي بتلم طلبه من جميع الكليات، فبدات اتعرف على ناس من كليات هندسه وكليات حاسبات وكليات صيدله وكليات علوم وكليات تجاره وكل الكليات. بدات اتكلم معاهم واتعامل معاهم، طور الكوميونيكيشنز سكيلز بتاعتي وطور النتورك بتاعتي. كنت عارفه ناس كتير قوي في سن صغير، وبدات ان انا يكون عندي علم وثقافه بحاجات كتير قوي حواليا وبمجالات كتير مختلفه. ولقيت ان انا دخلت في عالم تاني ونوليدج تانيه انا ما كنتش على علم بيها خالص في الكوميونتي اللي انا كنت فيه. وبدات ان انا احب الموضوع واحس ان انا فعلا بتعلم وفعلا بعمل الحاجه اللي انا بحبها وفعلا شخصيتي بتتطور وعقليتي بتتطور، وان انا واحده واحده بدات اقرب من الشخصيه اللي انا كان نفسي ادخل ستيم عشانها، وبدات اعمل الحاجات اللي انا كان نفسي اصلا في الاساس ادخل ستيم عشانها. وعدى تاني ترم من اولى ثانوي وانا بشارك في انشطه وبتعرف على ناس وبكبر الكوميونتي بتاعهم وبتكلم معاهم في حاجات كتيره مبهره كانت بتخليني كده اللي هو انا مبسوطه قوي واكسايتد ان انا اعرف حاجات تانية. فجي في تانية ثانوي عرفت عن مسابقه اسمها مسابقه ناسا سبيس ابس، انا عامله لكم عنها فيديوز هنا على الشانل. المسابقه اللي كانت غيرت كتير قوي وزودتني معرفه وكده. وبدات ان انا اتعرف على ناس ودخلت معاهم في تيم وعملنا بروجكت وكسبنا في المسابقه. ولحظه المكسب دي بدات تغير نظره كل اللي حواليا عن الحاجات اللي انا بعملها، بعد ما كان كل اللي حواليا بلا استثناء شايفين ان اللي انا بعمله ده تضييع وقت، وشايفين ان انا مستوايا بدا يقل وان انا كده خلاص في اتجاه الفشل. بلا مبالغه يا جماعه انا كان جوايا قمه احباط انه طب هل انا بعمل غلط فعلا وان انا بضيع نفسي لاني سايبه دراستي ومذاكرتي الحاجه اللي هي كانت اولويه في حياتي وما بعملش حاجه غيرها. طب هل انا كده فعلا هبقى فاشله؟ انا ما بقيتش اطلع في الاوائل على الرغم ان انا مستواي الدراسي كان كويس ودرجاتي في الامتحانات كانت كويسه، ولكن بس ما بقيتش اطلع الاولى او على الاقل ما بقيتش اطلع من الاوائل. فكان كله عمال يقول لي مستواي قل واللي انت بتعمليه ده مش وقته وانه بدري عليكي، بس انا كنت شايفه ان انا بتعلم وانا بتطور، فكملت في نفس الحاجه اللي بتشدني.
وبالفعل يا جماعه احنا دلوقتي محدش بيسالني انت في ابتدائي واعدادي كنت بتطلعي من الاوائل على المدرسه ولا لا، محدش بيسالني انت في ثانوي كانت درجاتك عامله ازاي او كنت بتطلعي من الاوائل ولا لا. وانما اللي فادني هو الحاجات اللي انا فعلا كنت بحبها وبعملها، وشخصيتي وعقليتي اللي كان كل ما حد بيقعد يتكلم معايا بيقول لي انت سنك اكبر من عقلك، انت عقلك اكبر من سنك، وانه انت بنحسك مثقفه. والله الكلام اللي انا بقوله لكم ده كان في ناس معايا في الدفعه بيقولوا لي احنا بنحسك مثقفه، ولكن ده كله كان بعد ما انا كسبت مركز في مسابقه ناسا، كسبنا انا والفريق بتاعي مركز، فبداوا ان هم يشوفوا بقى ده فعلا دي حاجه كويسه. في خلال الفتره دي انا اتعلمت جرافيك ديزاين، اتعلمت فيديو اديتنج، قدمت برزنتيشن قدام ناس وكسبت ثقه بنفسي، واتعلمت حاجات كتير جدا. انا لو كنت كملت في الطبيعي وخضعت للاحباط ومشيت في نفس الحاجه وبنفس الريتم وما صدقتش في نفسي ان انا قيمتي مش مرتبطه بالمكان اللي انا فيه، انا ما كنتش هتعلم الحاجات دي نهائي. وكان كل ما اجي اعمل ديزاين معين اوريه لحد كان يقعد اللي هو احس فيه اللي هو نظره خيبه امل كده، انه انت ايه اللي انت بتعمليه ده ومش وقته وكده. ولما كنت انزل شهاده لكورس معين او لمده تدريب معينه، اسبوع اونلاين اخدته في مجال معين وانزل الشهاده وابقى مبسوطه جدا من نفسي، او اخدت بيست ممبر في التيم اللي انا فيه، الاقي ان هما بيقولوا لي انت عماله بتجمعي شهادات على الفاضي، وانا ما اعرفش مين الناس اللي كانوا بيقولوا، لان هو ايام ما كان لينك صراحه ده طالع بقى ترند وكل الناس بتستخدمه، كانوا بيبعتوا لي على لينك صراحه. انا عارفه ان هو كان من الناس اللي عارفيني والكوميونتي اللي حواليا ودفعتي وكده، لاني كنت بنزله على واتساب وقتها، فهم دول الناس اللي انا عارفاهم، هم دول الكوميونتي اللي حواليا. والاقي ناس بعد ما كسبت حتى في المسابقه يقولوا لي انت هتعملي لنا فيها علامه ذره وعماله تعملي لنا حاجات وتشاركي في حاجات، ايه اخره الحاجات اللي انت بتعمليها دي؟ واللي يقول لي خلي بالك من نفسك، انت بتضيعي نفسك، انت شاطره، ما تضيعيش مستقبلك، والله العظيم. والكلام ده كان في وسط ما انا مش عارفه انا اللي بعمله ده صح ولا لا، ومش عارفه اللي انا ماشيه فيه ده ولا لا، وكنت حاسه ان كل الناس ضدي، لا اصحابي معايا مهتمين بالحاجات دي، ولا اسرتي والاهلي الناس اللي حواليا فاهمين انا بعمل ايه، لاني اول حد في العيله تقريبا يبدا ان هو يعمل حاجه زي كده، واول حد يبدا يفكر تفكير مختلف كده. فانا حاسه ان انا في معركه وانا فيها اللي بحارب لوحدي قدام كل الناس، وانا مش عارفه حتى المعركه دي لصالحي ولا لا، انا مش عارفه اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. انا كل اللي عملته ان انا امنت بنفسي وبدات ان انا اسعى في الحاجه اللي انا كنت عايزاها، وشفت ان انا بتطور فعلا وبتعلم، ودي الشخصيه اللي انا يعني الشخص اللي انا نفسي اكون عليه. فبدات ان انا اكمل في الطريق ده بغض النظر عن يعني هو طالما حاجه ان هو مش حاجه حرام، مش بتغضب ربنا مني، ومش حاجه بتاذي حد، فانا مكمله فيها بغض النظر عن اي حاجه. وبعد كده دخلت ثالثه ثانوي ودخلت علم رياضه، على العكس برضو المتوقع، لان كان كل اللي حواليا بيقولوا لي انت شايفينك دكتوره، انت ادخلي علم علوم، البنت احسن لها انها تدخل علم علوم واحسن لها الاتجاه بتاع كليات علم علوم كله. ولكن انا لقيت ان انا مش حابه ده. انا لما دخلت مسابقه ناسا كان في تيم جنبنا كانوا في كليه حاسبات ومعلومات، وكانوا اشخاص بيبرمجوا حاجه، البروجكت بتاعهم كان عباره عن فكره برمجه. فلما اتعرفت على الحاجه اللي هم بيعملوها وعرفت الدنيا بتقول ايه، انا انبهرت ازاي هم دماغهم قدرت تطلع الاوتبوت ده عشان تعمل البروجكت ده وتعرضه على لجنه التحكيم في الجامعه الامريكيه. فكنت منبهره باللي هم عملوه. واول ما روحت من المسابقه بدات ان انا اطلع واقرا اكتر عن كليه حاسبات ومعلومات دي واللي هم بيعملوه وايه المجالات بتاعتها وايه فرص الشغل بتاعتها. انا حسيت ان المكان ده ليا، وانا هو ده اللي انا عايزاه، هو ده الشغل اللي انا عايزاه. فدخلت علم رياضه وبدات ان انا اسعى في الطريق ده، ان انا عايزه ادخل حاسبات ومعلومات. وجيت في ثالثه ثانوي بقى طحنت نفسي، فرمت نفسي، مش ما سبتش في دماغي اثار او بقايا الموضوع اللي هو الفقد او الخساره اللي انا فقدتها، رغم ان انا سعيت وما دخلتش ستيم وما دخلتش الحاجه اللي انا عايزاها. لا، انا ضعفت المجهود، بدات ان انا اشوف اقدر اعمل ايه. اقدر اصلي قيام ليل كل يوم، بقيت اصلي قيام ليل كل يوم، بدات اقرا سوره البقره كل يوم، مفيش صلاه او ركعه فوتها من غير ما ادعي علشان ادخل كليه حاسبات ومعلومات. وضعفت المجهود بكل الاشكال الممكنه علشان اعمل كل اللي عليا. والحاجه بقى اللي اتعلمتها من الدرس اللي فات واللي عايزه اقولها لكم، اول حاجه الجمله اللي قلتها لكم، مفيش مجهود بيضيع في المطلق، فخليك مؤمن بده. تاني حاجه، دايما حط بلان A وبلان B وبلان C وبلان D كمان لو تقدر لحياتك. ما تحطش حاجه معينه في دماغك واللي هو تبني عليها خلاص كل اللي جاي، ويا الحاجه دي بقى يا اما انا حياتي هتقف ومش عارف اعمل ايه تاني. لا، حط بلان A، والله انا نفسي في الكليه المعينه وما دخلتهاش،
طيب اقدر، انا بحب ايه تاني، ممكن ادخل كليه ايه تاني، ما لحقتش الكليه دي ادخل كليه ايه تاني، طيب انا بقدم على شغل لو ما اتقبلتش في الشغل ده هعمل ايه تاني في حياتي. واديني اهو الحمد لله بالفعل قدامكم دخلت كليه حاسبات ومعلومات. ولو حد كان جه حكى لي من كام سنه وانا في عز الاحباط اللي انا كنت فيه ان انا هبقى دلوقتي بعمل لكم فيديو عن الحاجات دي، وان انا هشارك في كل الحاجات دي، وان انا هدخل كليه حاسبات ومعلومات اللي انا هحلم فيها، حكى لي عن كل الحاجات اللي حصلت الى الان دي، انا عمري ما كنت هصدقه. هل معنى كده ان دي الحاجه الوحيده اللي انا خسرتها؟ بل بالعكس، انا خلال الفتره بتاعه ثانوي دي كلها انا كنت بقدم على حاجات ساعات واترفض فيها عادي جدا. بقى عندي الفلكسبيليتي والمرونه لتقبل ان انا بعمل مجهود علشان خاطر لو الحاجه دي مكتوبه لي تيجي، لو ما تجيش انا متاكده ان هيكون في احسن منها، ومتاكده ان في حاجه جميله تانية هتحصل. كنت في عز ثالثه ثانوي بقدم على منحه معينه كده وما اتقبلتش على المنحه، في المنحه بجد دي قمه الحزن، وكنت في وسط مدعكه ثالثه ثانوي في شهر 5 وما اتقبلتش. ف بقى عندي الفلكسبيليتي دي والمرونه لتقبل اي حاجه، وايمان تام ان انا لما بسعى الحاجه دي ممكن تجيلي ولا ما تجيليش، انا كده كده بسعى وببذل مجهود، وقدام ربنا انا عملت كل اللي عليا، وهبقى فخوره بنفسي لان كل بروسس بتعملها للسعي في حاجه، اي حاجه معينه انت بتتطور وبتتعلم، والبروسس بتكون اهم مليون مره من فعلا الحاجه اللي بتوصل لها. والشخصيه اللي بتتكون نتيجه الحاجات اللي انت بتعملها خلال الرحله دي هي فعلا اللي بتكونك وبتعملك انسان وبتظهرك في وسط المجتمع اللي انت فيه. النصيحه اللي انا عايزه اقولها لكم، قيمتك مش بالمكان اللي انت هتدخله، ولا بالشغل اللي انت كنت هتكون فيه، ولا في الكليه اللي انت هتكون فيها، بل قيمتك بالمكان اللي انت هتدخله وتدور فيه انا ايه اللي بيشدني وايه اللي اقدر اعمله وايه الحاجه اللي انا بحبها جوه المكان ده اقدر ان انا انفذها فعلا. وتؤمن بنفسك وقدراتك، وتعرف وتتيقن ان مش نهايه الدنيا ابدا ان انت ما تدخلش المكان المعين، بل بالعكس الدنيا هتمشي وانت الوحيد اللي هتفضل خسران ومحبط وعايش جوه دور الضحيه. انما اؤمن بنفسك، وعمر قيمتنا ما كانت مرتبطه بمكان. يمكن انا لو كنت دخلت الستيم ما كنتش عملت كل الحاجات دي. وبالفعل انا قابلت في اول سنه في الكليه في ناس من الستيم دخلوا معانا الكليه، ففي بنت منهم كانت قاعده معايا وقالت لي هو انت كنت في الستيم؟ قلت لها لا انا كنت مقدمه بس اترفضت. قالت لي اصل انا حاسه من الاكتيفيتيز اللي انت كنت بتعمليها والفايبس بتاعتك ان انت كنت في الستيم. قلت لها ايوه فعلا، ما انا كنت بعمل اكتيفيتيز وبحاول اسعى في الحته اللي انا كنت عايزاها. قالت لي بجد احنا لو جينا نشوف الحاجات اللي انا عملتها واللي انت عملتيها ممكن تكوني انت عملتي حاجات اكتر مني اصلا. فاللحظه دي انا كنت فيها مبسوطه جدا وكنت فيها فخوره بنفسي جدا. فانت ما تربطش قيمتك بمكان، ما تربطش قيمتك بمكان، قيمتك بعقلك وبالحاجات اللي انت بتعملها فعلا عشان تطور شخصيتك وتخلي نفسك حد مثقف، وتشوف العيوب اللي فيك وتحاول ان انت تصلحها، وتبقى حد بتتكلم كويس وحد ناضج وواعي. بسبب ايه؟ بسبب التجارب اللي انت مريت بيها. فلو جينا نجمع النصايح اللي انا عايزه اقولها لكم من التجربه دي، انه يا جماعه اول حاجه واهم حاجه ما تربطش قيمتك بمكان. قيمتنا عمرها ما كانت مرتبطه بمكان، احنا اللي بنعمل قيمتنا بنفسنا. المؤمن اينما زرعه الله ازهر. انت ايا كان المكان اللي بتحط فيه، انت نفس الشخصيه بنفس العقل، فانت تقدر تعمل من ايا كان المكان اللي انت فيه حاجات تحفه جدا انت ما كنتش تتخيلها من نفسك. تاني حاجه، مفيش مجهود بيضيع في المطلق. دي الجمله اللي انا هفضل لحد اخر حياتي حطاها في دماغي. مفيش مجهود بيضيع في المطلق. تالت حاجه، دايما في حياتك في ايا كان الحاجه اللي بتسعى ليها حط بلان A وبلان B وبلان C وبلان دي كمان لو تقدر. اقعد كده قول انا بقدم على كذا، طب لو انا ما اتقبلتش هعمل ايه؟ الجمله دي حلوه قوي. هعمل ايه؟ طب هقدم على كذا، طب لو ما اتقبلتش هعمل ايه؟ هعمل كذا. وتقعد تخطط لحياتك، انت المسؤول عن ده. انت مفيش حد هيجي يقول لك تعالى اخطط لك، ولا تعالى ادخلك، ولا تعالى اعمل لك. اقعد شوف انت ممكن تعمل ايه وايه الطرق اللي تقدر تثبت نفسك بيها. الطرق مختلفه جدا، ودلوقتي حاجات كتير جدا تقدر تتعلمها اونلاين، وبقى كل حاجه متاحه ليك من وانت في البيت. رابع حاجه يا جماعه، ودي حاجه مهمه جدا، انه يا جماعه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. انا وانا بقدم على المدرسه دي كان مش عارفه ليه وازاي كل الناس اللي حواليا كانوا عارفين ان انا بقدم على المكان ده. كل دفعتي تقريبا كانوا عارفين ان انا بقدم على المكان ده. ف ده ليه عده عوامل. اولا الحسد، وده حاجه مش هنتكلم فيها، انه احنا كلنا عارفين الحسد موجود، وانت ذات نفسك ممكن تحسد نفسك، يعني ما يحسد المال الا اصحابه. فاستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ما تقعدش تقول انا بسعى ان انا ادخل كليه كذا، او انا بقدم على شغل كذا، او انا نفسي اوصل للمكان الفلاني، او انا نفسي اعمل الحاجات الفلانيه. لا، اوصل للحاجه بعد كده اعلن عنها وشارك الناس فرحتك بالوصول ليها او بتحقيقها. فما تقعدش تتكلم كتير
وما تقعدش تقول انا بقدم او بسعى. تاني جانب انه لما بتقعد تتكلم عن الحاجه اللي انت عايز تحققها كتير، مخنا مش بيميز ما بين الحاجه اللي لسه ما حصلتش والحاجه اللي حصلت بالفعل. مخنا مش بيميز ما بين الواقع والخيال. فانت ممكن تقعد تتكلم انا بقدم على كذا وانا نفسي ادخل كذا، فمخك يفهم ان انت او يجيله لذه الاحساس بان انت فعلا دخلت الحاجه دي وان انت فعلا حققتها. فاوعى تعمل كده، يعني عشان تحمي نفسك من نفسك قبل ما تحمي نفسك من بقيه الناس اللي حواليك. فاستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ونسخه تبارك دلوقتي بتشكر نسخه تبارك بتاعت زمان انها امنت بنفسها ومشيت ورا الحاجه اللي هي بتحبها وشافت هي عايزه ايه وقعدت تدور وتسال. ودلوقتي بنصح اللي اصغر مني ان هم يشاركوا وان هم يعملوا وان هم يكتشفوا نفسهم، لان التجارب هي اللي بتعلمنا والتجارب هي اللي بتوصلنا للشخصيه اللي احنا عليها دلوقتي. وبس كده، اتمنى ان انا اكون ما سبتش اي حاجه الا وقلتها، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ولو بحاجه واحده بس. واسفه لو الفيديو طول، بس بجد انا بقول الكلام ده من كل قلبي وكنت عايزه اقول لكم كل حاجه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. لو عندكم اي اسئله ممكن تكتبوها في الكومنتس. وبس كده، مع السلامه.